من حوالي 10 ايام كده كنا شغالين على الابلكيشن وفاضل 3 ايام ونطلع لايف. وبعدين كلمني البرودكت مانجر وقال لي ان في فيتشر مهمه لو عرفنا نضيفها خلال الثلاث ايام الجايين دولت وتطلع في اول فيز هتفرق جدا جدا مع اليوزر اكسبيرينس. فها ايه الكلام، نعملها؟ هتعرفوا تعملوها ولا مش هتعرفوا ولا ايه؟ طبعا في الوقت ده هو بيكلمني فاحنا مستقرين مستنيين اللايف، ناس شغاله زي ما هي تقدر تشتغل عشان نعرف نظبط كل حاجه. ومحتاج دلوقتي مني قرار، هل هنلحق نخلص حاجه زي دي ولا مش هنلحق؟ طبعا ده كان قرار صعب جدا، خاصة ان انا مش عايز اضغط على الناس اللي عندي وعايز احافظ ان الفيرجن اللي تطلع تبقى ستيبل، احنا لسه اول فيز. ساعتها اخدت قرار تقريبا في 30 ثانية، هحكي لك عليه ازاي عملت ده علشان اعرف انقذ ما يمكن انقاذه. والحمد لله ان النتيجة كانت كويسة والابلكيشن طلع، الناس ما اتضغطش عليها بشكل كبير والدنيا مشيت زي الفل. خليني اقول لك ازاي. الطريقة كانت بسيطة جدا، وهي ان انا سألت نفسي 3 اسئلة. الثلاث اسئله دولت هيتحدد على اساسهم القرار بالظبط. اول سؤال فيهم هو القرار ده كبير ولا قرار صغير؟ لانه لو صغير تاثيره على الحاجات هيبقى تاثير صغير، فمش هتفرق كتير لو اخدت اي رد من الردود قلت له اه او لا. لكن في الحاله بتاعتنا القرار كبير، هياثر على اول فيز طالعه من الابلكيشن، هياثر على اليوزر اكسبيرينس وعلى التيم اللي شغال معاه، فلا ده قرار كبير. تاني سؤال هو ايه اسوأ سيناريو؟ لان لو اسوأ سيناريو هتقدر تتحمل تكلفته فخده، ما بقتش فارقه خلاص. لكن في الحاله بتاعتنا الاسوأ سيناريو من الناحيتين خطر، مره التيم ممكن يولع مني ومره اليوزر اكسبيرينس ممكن تبقى زي الزفت. فبقى الاتنين فيهم مخاطره. السؤال التالت هو ايه اهم جزء في الفيتشر دي؟ لان اكيد مش كل تفاصيل مهمه، فبدات احدد في دماغي ايه هي التفاصيل المهمه في الفيتشر فعلا اللي لو عملناها هتفرق مع اليوزر اكسبيرينس زي ما البرودكت مانجر عايز، وفي نفس الوقت مش هحرق التيم في ان هو يفضل شغال خلال الثلاث ايام دولت بضغط وصداع اكتر. وفعلا بناء على الثلاث اسئله دولت اخدنا القرار بانه خلاص هنعمل اهم جزء في الفيتشر. وده عايز اقول لك انه نجح اليوزر اكسبيرينس، ما ضغطش الناس، ما عادوش اوفر تايم، الدنيا كانت ماشيه زي الفل. وساعتها بقى اتاكدت ان القرار الصح هو مش اللي هتاخد فيه كل القرار او هترجع فيه عن كل القرار، لا، وهو القرار الصح فعلا هو اللي هتقدر تاخد فيه فعلا الحتت اللي ليها تاثير عالي على النتيجه بتاعه القرار بتاعك ده. ويا ريت كده تشاركنا في الكومنتس قرارات خليتك كده صدعت وحسيت ان دماغك بتسخن من كتر ما انت مش متاكد تاخد انهي قرار فيهم، وعملت ايه.